قال سفيان بوفال جناح المغرب إن منتخب بلاده يجب أن يركز أولا في الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل التفكير في حلم التتويج بكأس العالم 2026. وحقق المغرب إنجازا لا سابق له لمنتخبات أفريقيا والعرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم في قطر العام الماضي. دفع المدرب وليد الركراكي إلى التحدث بثقة عن رغبته في الفوز بالنسخة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. واحتكرت منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط لقب كأس العالم عبر التاريخ. وقال بوفال الذي لعب دورا بارزا في مونديال قطر: يجب أن نرتب أولوياتنا. أولا يجب أن نفوز بكأس الأمم الأفريقية. نعرف جيدا أنها مسابقة صعبة ومعقدة، ثم سيبقى لدينا متسع من الوقت للتفكير في كأس العالم. وأصبح منتخب المغرب أول المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل، ويسعى لمحو سلسلة إخفاقاته بالبطولة التي توج بلقبها مرة واحدة فقط في 1976. وأضاف مهاجم الريان القطري في مقابلة مع قناة الكأس القطرية أن كأس الأمم مختلفة عن المونديال والظروف لم تكن في مصلحتنا في السابق، لذا يجب التحلي بعقلية أقوى.